انتم دلوقتي بتشوفوا الدليل الشامل على قناة أحمد شكشك. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد شكشك وده فيديو جديد في سلسلة الدليل الشامل. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في سوق مجال الجرافيك او في الفريلانس عموما، وهو الخناقة اللي بتحصل بين المصمم والعميل. والفيديو ده هيكون مقسوم لقسمين. القسم الاول حاجات مهمة جدا للمصمم يعملها، والقسم التاني حاجات مهمة جدا للعميل انه يعملها. فلو انت مصمم او عميل وبتشوف الفيديو ده فتابعه من اول ثانية لاخر ثانية، وده كله طبعا علشان نحل الاشكالية اللي دايما بتحصل بين العملاء والمصممين او المونترين او بشكل عام مجال الفريلانس. ولكن هناخد في الفيديو ده الجرافيك ديزاين هو المثال بتاعنا، ومن المثال ده طبقه على باقي مجالات الفريلانس سواء مونتاج او فويس اوفر او موشن جرافيك او 3D. بس قبل ما ندخل في موضوع الفيديو خليني اعرفكم الاول على صفحة اطلب تصميمك، اللي من خلالها تقدر تطلب اي تصميم او فيديو موشن جرافيك او مونتاج باسعار مناسبة وبسيطة. وفي عندهم خدمات تانية كتير تقدر تتعرف عليها من خلال الصفحة، وهسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. فالعميل لما بيبعت للمصمم وبيطلب منه مثلا تصميم معين، بيبدأ المصمم يسأله شوية أسئلة عن التصميم وعن ذوق العميل، وبتحصل محادثة طويلة بينهم. ولما يكونوا خلاص هيتفقوا والعميل يقول للمصمم يبدأ في الشغل، بيجي المصمم يطلب منه عربون علشان يبدأ. وهنا العميل بيرد بأنه عايز يشوف أفكار الأول علشان يدفع عربون، عشان يتأكد ان المصمم هيعرف يعمل له شغله او انه مصمم بجد. وبيقعد يقول اسباب انه اتنصب عليه قبل كده علشان كده مش هينفع يدفع عربون، والمصمم يبدأ يدافع عن نفسه ويقدم تبريرات، وكذلك العميل الخ الخ. طيب تعالوا نشوف كمصممين احنا ليه بنطلب عربون. ده بيكون عشان نضمن حقنا، لان في الغالب المصمم ده بيكون اشتغل مع ناس كتير قبل كده واكيد اتنصب عليه كذا مرة بطرق مختلفة، فعشان يضمن حقه بيطلب على الاقل عربون 40% من قيمة الشغل المتفق عليه. طيب ليه العميل مش بيبقى عايز يدفع العربون ده؟ وده بيكون لأسباب كتير. وأول سبب هو بكل بساطة إنه اتنصب عليه قبل كده من بعض النصابين اللي بيدعوا إنهم مصممين. وتاني سبب إنه بيكون خايف لا يطلع المصمم مبتدئ وبيجرب فيه. عشان كده حابب أقف عند السبب ده وأقول كلمة لكل إخواتنا اللي لسه بيتعلموا التصميم أو مبتدئين في المجال، وياريت إنهم ما يزعلوش من كلامي ده. وهو إنك لو لسه مبتدئ في المجال ما تدخلش سوق الفريلانس وتكتب أنا بعمل ال10 تصاميم ب50 جنيه ولا 100 جنيه وعرض خاص والكلام اللي احنا بنشوفه كتير في جروبات المصممين اليومين دول. لو لسه بادئ في مجال التصميم يفضل إنك تروح أي شركة تتدرب فيها أحسن بمبلغ رمزي، او لو انت عايز تتدرب ببلاش روح اي شركه وقول لهم انك عايز تتدرب ببلاش، وكل الشركات هترحب بيك جدا، لان مفيش شركه هيجي لها حد يقول لها انا عايز اشتغل معاكم ببلاش وهتقول له لا. وده هيكون احسن من انك تدخل السوق وتقول انا بعمل ال10 تصميمات ب50 جنيه والكلام اللي بنشوفه ده، لان انت كده بتأثر على نفسك وبتأثر على السوق وبتموت السوق وبتظلم زمايلك اللي محترفين تصميم وقعدوا سنين طويلة يتعلموا في المجال علشان يوصلوا للمستوى اللي هم فيه. وبتظلم نفسك لانك لما تيجي تحترف بعد كده وتعدي مرحلة انك تكون مبتدئ ويجي عميل يطلب منك مش هيرضى يدفع لك المبلغ اللي انت تستحقه، لانك زمان كنت بتقول انا بعمل التصميم ب10 جنيه، فطبيعي مش هيرضى يدفع لك حاجة. فنصيحة لو انت لسه مبتدئ او لسه بتتعلم، روح اي شركة اتدرب فيها او اشتغل باجر رمزي فيها، افضل من انك تشتغل بالاسعار دي في سوق الفريلانس وتظلم نفسك وتظلم زمايلك. وده كان تاني سبب. تعالوا بقى نروح لتالت سبب، وهو ان العميل بتبقى نيته مش تمام وحابب ياخد الشغل وما يدفعش فلوس اصلا. ورابع سبب ان العميل بيبقى عايز منك بس الفكرة، وهو هيروح لمصمم تاني بسعر ارخص يديله الفكرة ينفذها، وبكده يبقى عمل التصميم بنص ثمنه تقريبا. وخامس سبب ان العميل متفق مع اكتر من مصمم وحابب يتفرج من كل واحد شوية علشان يشوف هيشتغل مع مين. والسبب السادس ان العميل اصلا مصمم وبرضه عايز منك الفكرة بس عشان ياخدها وينفذها لعميل تاني. والسبب الاخير هو ان العميل مش فاهم ان التصميم جهد
تعب وبيعتبره لعب بالماوس والكيبورد، وده بيكون بسبب انه بيشوف شخص اللي بيكون مثلا لسه مبتدئ ولكن بيسمي نفسه اسماء تقلل من قيمة المجال زي ميزو جرافيك. فلك ان تتخيل ان عميل داخل يعمل شغل مع ميزو جرافيك ولا الاسطوره للدعايه والاعلان، فطبيعي هيقول دي ناس بتلعب بماوس وكيبورد، فمعقوله مش هديهم فلوس على انهم يعني بيلعبوا بماوس وكيبورد وكده. طيب احنا كده عرفنا الاسباب وعرفنا القصه اللي بتحصل ووجهه نظر العميل بتكون ازاي والمصمم كمان بيفكر ازاي. طيب ازاي نحل الاشكاليه دي عشان الخناقه دي تنتهي تماما؟ دي مجموعه من الحلول هنقدمها للعملاء وللمصممين، ودي من وجهه نظري، بس خلينا نبدا بالعميل. بالنسبة للعميل وانت رايح تشتغل مع مصمم، ادخل على بروفايله، شوفه متفاعل في مجتمع المصممين ولا لا، وليه اعمال سابقة كتير ولا لا. كمان لما تشوف اعماله خليه يبعت لك اخر شغل ليه اشتغله، وقول له يعمل سكرين شوت من البروجكت من جوه البرنامج وهي الليارات مفتوحة على البرنامج علشان تتأكد ان هو فعلا اللي عامل البروجكت ده ومش جايب اي صورة من على النت بعتها لك وخلاص. وخد ودي معاه في الكلام كتير حتى لو مش فاهم في التصميم وفي المجال، بس لما هتتكلم مع الشخص كتير اللي قدامك لو هو مصمم بجد انت هتحس فعلا ان انت بتتكلم مع واحد فاهم تصميم بجد، وان هو فعلا مصمم بجد واشتغل كتير قبل كده من غير ما انت تكون اصلا فاهم في المجال. وبعد ما تتأكد من ده كله اتفق معاه وابعت له عربونه واشتغل معاه عادي، لان انت بكده انت فعلا معاك مصمم محترف. انت بقى كمصمم ما تشتغلش مع عميل ما يرضاش يبعت لك على الاقل عربون 40% من قيمة الشغل اللي انتم متفقين عليه. لازم تمسك اي عربون من العميل عشان تضمن حقك، وادخل بص على بروفايل العميل اللي معاك وتأكد انه مش فيك، وخد ودي في الكلام معاه كتير عشان تطمن انه عميل جد ومش بيكلمك وبيكلم غيرك وبيتفرج من هنا ومن هنا، وفي النهاية بيجمع افكار ومش هيشتغل مع ولا واحد فيكم. وبس كده. لو في حاجة مش واضحة سيبها لي في الكومنتات وإن شاء الله هرد عليها في أقرب وقت. والاسطمبة بتاعت كل مرة إن لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وشير عشان الكل يستفيد. ولو حابب تسمعني وتشوف القناة تاني تقدر تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتابع الفيديوهات اللي جاية، وخش شوف الفيديوهين دول بالأخص عشان حلوين وبسمسم. وفي النهاية وإن أخطأت فهو مني وإن أصبت فمن الله. كان معاكم أحمد شكشك. سلام.